الحمد لله أن الشمس قد أشرقت، علها أن تجفف الخشخشة قليلا. لقد تعبت من شحر الماء من داخل هذه القبور. كل سنة ولنا نفس العرس، العالم كلها تفرح بالمطر إلا نحن نغرق. وبتوني أقول لك نيوني السطل أي القادوس، وليس الطشت أيه الطشت. لك كله عند العرب صابون ولو صابون اللي زحطك من حياتي علني أرتاح قليلا منك. شيلنا من هذا الحكي. أنا كل سنة وقت المطر يراودني سؤال يقض مضجعي ويحيرني. وما هو؟ لماذا بطليموس يختار لنا مكانا لنسكن فيه في منحدر أو وادي؟ لماذا لا يختار مثلا مكان مرتفع؟ مع العلم أنه يجب أن يكون حريص على أن لا نغرق. على العكس، هو يريدنا أن نغرق. هو يتعمد وضعنا هنا كي تطوف بنا هذه القبور. افهم. وإذا ليه يا ترى يقرالي اللي قرا؟ لكي يشحن من منظمات روما وإسبرطة الإنسانية ويسرق وينهب على حساب معاناتنا أنا وأنت. أيوة الآن قد فهمت. دعنا من هالحديث، خلينا نروح لعند أبا سعيد أو مسعود، فقد تجمدت وأشعر أنني قد صابني البلل. البلل؟ قل الحول والهبل وليس فقط البلل، ولكنك لأول مرة تتكلم شيئا مفيد. هيا بنا. اختلجت يا قلبي، شو بصير معك؟ ولك برد ما بحسن يحكي. برد بس مو الحمد لله متقوي تحت سقف. الحمد لله. أرجوكم ابتعدوا لنا قليلا عن المدفأة، فنحن مبللون وأسناننا تصطك من البرد. كأنني أشم رائحة بلاستيك. هاي ريحة صرامة وفلين وكلاشات نايلة وبالي انت اكبر قدر. وش بيقول لك المثل؟ اشو؟ وش بيقول لك المثل انت وياه؟ طب بتجرع التمة؟ قال رضينا بالبين والبين ما رضي فينا. ولك حتى الصرامة ما عم تقبل تشتغل بهالصوبة، والصوبة مزق فيه والبواري مسطني. لك عم قلبنا الدخان. لك اقسم بالله طاقة الصوبة بدها اسيد لحتى تفتح. لذلك من رأيي يا شباب تتناولوا لكم احرام تعغلسوا حدنا، بلكي بتدفوا شوي. قال جاءت الحزينة لكي تفرح ولكنها لم تجد مطرح. والتم المتعوس على خائب الرجا. خلينا نجيب هالإحرام قبل أن نتجمد. هيا. يا وأنا يا حين بابا. ولك اغلوس بيناتهم أدفلك. وهو كذلك. لك اغلسوا لقلكن على قولة ستي الله يرحمه، مكان الضيق بساع ألف صديق. تعيش وتترحم. أبوك أبو ستك. شو عم تسوي يا ميمون؟ أهلين خاي، والله شفت عينك عم بكتب وظيفة الرياضيات ولسه في عندنا الإنجليزي والعلوم. يا سلام، وانجليزي كمان، ولك كبر عقلك يا خاي، انا اخوك الكبير وبعرف مصلحتك. شوف اهل الجامعات واهل المعاهد عم يرقدوا من مطرح لمطرح ليتوظفوا ب $100 اخر راس شهر. إيه بس أنا بحب المدرسة ومن أوائل على السراقيب، وأنت بتعرف الشيء هذا، لذلك حابب كمل دراستك. ولك يا دب الزلمه شو بيهمه بالاخير؟ انا بقول لك بيهمه يامن مستقبله بس اللي يكبر. صح ولا مو صح؟ يهمه تعلم يا بتوع المدارس. إيه أكيد صح. بكره اسال لي استاذك ايش قد عم يقبض بالشهر وكم ايد باس لحتى توظف، ويا هل ترى راتبه عم بكفيه اول اسبوع من الشهر بعد كل هالشنشطه والتعب اللي تعبوه. والله الأساسي بشكل عام أحواله المادية كتير ضيقة وتعبانة، لك مظلومين كتير من ناحية الرواتب، لك وحتى التوظيف. وانت عيني. لذلك يا خاي انا اخوك الكبير وبعرف اكتر منك. اطلع معي بكره وشوف العز على وصوله، ضربتين ثلاثه بتصير فوق الريح، وبصير استاذك هو اللي بيحسدك. طيب جيت معك. بالنسبة لي أنا أخو لأبو مهاوش، يعني بدبر حالي. طيب بالنسبة للطالب اللي ما عنده أبو مهاوش شو ممكن يعمل بحاله؟ سؤال منطقي ووجيه. اللي ما عنده ابو مهاوش يروح يتعلم له شي مصلحه ياكل من وراها خبز. حاج كذب وحاج دراسي، البلد انتهت ولا تم مستقبل لا لدراسي ولا لبطيخ. والله كلامك منطقي، يعني حتى اللي عم يدرس شو ممكن يطلع معه؟ ليش أصلا هو بيضمن يكمل دراسته الجامعي؟ الله يرضى عليك يا اخي يا ميمون، هيك بدي اياك. زلمه صغرت وقد حالك. قوم زت الليل كتب برا ومن بكره تطلع بتتعلم مني. ايه ان شاء الله، بس مو من بكره، بدي اديهم كم يوم بالمدرسه لبين ما اخبي رفقاتي، لانه هودي غاليين علي ولازم انصحهم. اصيل دخيل جريك. طالع لاخوك ابو مهاوش. دي انا رايح، واخر بيت من قلكن خطركن امانه لا تطولوا علينا اللي وهاب.
تركيزك. شو شباب تشمستوا؟ بدي فوتوا على الصف يلا. أستاذ، قبل ما نفوت على الدرس في سؤال بدي أسألك إياه. خلينا نحكي كأصدقاء. نحن صرنا شباب وفي شغلات تتعلق بمستقبلنا حابين نفهمها. هذا الشيء كثير بيسعدني يا مسعود. تفضلوا احكوا اللي بدكم اياه واعتبروني مثل اخوكم الكبير. هلا أنت أستاذ قد راتبك؟ ما هو هيك قلنا لك يا مسعود. تكرم خيو راتب $150 غيره. يا ترى هالراتب بظل هالظروف بيضمن لك عيشة كريمة؟ لا للاسف. طبعا هذا الشيء موصوف فيه. هذا الشيء مدروس ومخطط له بعناية فائقة. شلون يعني يا استاذ؟ ممكن تشرح لنا اكثر؟ اللي عم يسعوا انه يدمرونا ويفشلونا بيهمهم بالدرجة الأولى انه يطلع عنا جيل فاشل. مشان هيك عم يحاربوا العلم والتعليم والمعلمين والمتعلمين بشتى الوسائل. يا أستاذنا، أنا كشاب من حقي إني أضمن مستقبلي. بهالبلد ما ضل مستقبل لا للعلم ولا للمتعلمين، وأنت أكبر مثال. لك يا شباب، العلم نور، ديننا وكل الأديان وصوا فيه. بعدين انتوا أملنا وأمل هاي البلد إنه تتحسن وتصير مصاف الدول المتقدمة. هالحالة ما رح تدوم، لأن دوام الحال من المحال. فبدي منكم تشيلوا التفكير من راسكم. صدقوني أي إنسان بأي مجتمع ما له لا قيمة ولا وزن بدون العلم، وبالنهاية ما يصح إلا الصحيح. طيب يا استاذ، ليش عم نشوف نسبة كبيرة من التسرب من المدارس؟ يا شباب، هذا الموضوع كتير متشعب وتدمع له المقل. يعني ما في قانون بكل المناطق المحررة بخص هالأمر هذا. فقر، نزوح، انقطاع طويل عن الدراسة، تجنيد أطفال، زواج مبكر. لك أيش بدي أعدلكم لأعدلكم؟ بس أنا من رأيي هذا أكثر حدا بيتحمل المسؤولية هن الأشخاص المسؤولين عن التعليم عنا هون بهالبلد، اللي هن للأسف صاروا عبء أكثر ما يكونوا الحل. مسعود، فضوها سيري بقى، فهذا المشهد بات مملا جدا، وأخشى أن نفقد شعبيتنا بسببكم. لك كل منك يا أبو مهاوش، لم تكتفي بتخريب الثورة والأجيال، حتى هذا المسلسل تريد أن تخربه لنا. على فكرة مسعود، لا يراني أحد هنا سواك. شكرا لك أستاذ، وإن شاء الله ما رح يخيب ظنك فينا. وسفقته كف لتوت عنخ آمون، وقع من على الحصان. لك يا سرخيص، على اساس انت فارس روماني عندك قيم ومبادئ، شلون تضرب ولد ترى توت عنخ آمون مات عمره 16 سنة؟ ليس توت، عنخ الاب. على فكرة ما اسم ابو عنخ، هو سموه توت عنخ آمون، يعني ابن الاله عندهم. ليش؟ مشان يضلوا مسيطرين على أبو مسعود، نحن الجوز عم نكذب، كذابين. لك يا زلمه صار لك يا زلمه حاجه تنظر، اتركه يخلص القصه بنعرفه كذاب. لك هو لانه عرفانه، بس بدي اياه هو يعرف حاله. أهلا، ها سبقنا يا شياع، فتحت المدرسة كلها عليك وما لقيتك. توقعت أنك جائع وخشيت أن تأكلني على الطريق. بايخ يا عمي أبو سراخيس، عسيرة الأكل إيش طبخنا اليوم؟ والله يا ابني طلع على حالتنا هون تحت الحرام، تعرف لحالك ايش طيبخين. أكيد رقص العرب على البيدر كالعادي، رايح لف كجوجي بزيت عملي ونعناع. كجوجة ماذا؟ قل ربطة ولا تخاف. خلص يا مسعود وعد، بس طلعنا من هالضيقه. لا اشتري لك سندويشة كباب 8 سياخ، اذا بدي اشحت حق اشحيلي. على الوعد يا كمونو. أيوة، على سيرة السندويشي، بزمان وفي 2 سرقوا لي حلم حياتي، وكانوا عاملين حالهم شحادين، بس أنا شفقت عليهم وعطيتهم إياها لأنه بعرف الجوع كافر. صحيح، حتى بالعلامة قلت أنك إذا أمسكت بهم ستجعل منهم تعظيمة تحت المحشي. اخرس أيها الغبي، تبا لك واليوم الذي عرفتك به. صدقني لم نكن أنا وعمك سرخيوس. عم أبو السراخيس، ما في داعي تسكتوا لحم بابا، أنا من أول نظرة عرفتكم، يلا مسامحين. يعني مومياءات وحرامية. وكحلاوة للصلح بيننا، اعمل لك كجوجتين إلي ولعمك سرخيوس، فنحن والله نتضور جوعا. لقد فضحتنا يا حمبابة، وأضعت هيبتنا كفرسان من نبلاء روما، لقد شمستنا. قلت لي نبلاء ما؟ يلا ما في حدا غريب، كلاتنا بنعرف البير وغطا. لك صحيح، ولا اشتقنا للعناتكم، ايش قصتكم بلشتوا تفلتوا؟ لك ظروف معيشتكم بحد ذاتها لعنات، فقررت أنا وحمبابة أن نبقى متفرجين حاليا. والله معك حق وعندك نظر. اخ يا راسي، راحت. أرجوك يا سرخيوس، اجلب شي دواء لأتداوى به، فقد هد حيلي المرض. اصبر يا صديقي اصبر، لقد سرقت لك حكنة ديكسون مع حكنة ديكلون، إن مفعولهما معا كالسحر.
حقن؟ تبا للحقن؟ ألا تعلم أن لدي فوبيا منهن؟ لن أضربها على جثتي المحنطة. أنت أصلا جثة أيها الأحمق. سيدي تصطفل، أنا عملت ما علي عمله. أنا ذاهب للنوم بفتحات أنف مفتوحة وتنفس طبيعي دون أي منغصات. انتظر يا ملاعب الأنفس، من سيضربني الحقنة؟ أنا طبعا، فقد عملت أكثر من دورة تمريض وأعمل الآن في أكثر من قطاع. أنت؟ يعني فوق الموت عصب قبر؟ ولكن ليس لدي خيار إلى الموافقة، ولكن أرجوك بهدوء. لا تخف يا حنبابة، فيدي خفيفة جدا في الحكم. سأسدد الآن في أسفل منتصف الهدف لكي أحقق إصابة دقيقة. هيا يا حنبابة، هل أنت جاهز؟ جاهز، ولكن لا تؤلمني. لا تخف. يا إلهي، أنزلتها في العمود الفقري أيها الأبله. حنبابة، الآن بات يلزمك مشفى للضرورة. هيا لأحملك لأنك لم تعد قادرا على المشي. هذا إن وجدنا أحدا يستقبلنا.